وأنا والله قلت أكثر من مرة على المنبر هذا، لو تصلي إلى يوم القيامة ما تغير في العالم شيء، لو تحج مشي 1000 مرة ما تغير من العالم شيء، لو تعتكف في مكة إلى يوم القيامة ما تغير في العالم شيء. شوف الناس يصيحون يبكون 3 مليون كل سنة بالحج، والله ما يغيرون في العالم شيء، بل ما يغيرون حتى عند عتبات المسجد. أنت صل في مسجدك إلى يوم الدين ما يتغير شيء. هذا صلاحك لنفسك، صلاحك لنفسك. هذا الصلاح يعطيك قوة، هذا الصلاح يعطيك إيمان، هذا الصلاح يعطيك دافع لأن تنزل إلى المجتمع وتنصح على الأقل بداية في بيتك. أقل شيء أن يبدأ الإنسان الإصلاح في بيته وزوجته وأولاده، بعدين يكبر مشروعه إلى عمله، إلى إخوانه، إلى أقاربه، إلى قريته، حتى يكون كمشاريع الأنبياء، وهو مشاريع إصلاح أمة وإصلاح جيل وإصلاح مجتمع كامل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لأن المصلح يحمي بذلك الأمة، والصالح يكتفي بذلك بحماية نفسه. لذلك عاد الناس النبي صلى الله عليه وسلم يوم صار مصلحا ولم يعادوه يوم كان صالحا. النبي يوم كان صالح كان يسمونه الصادق الأمين، حتى عند اليهود عند النصارى صل ما حد يقول لك لا. لكن لا تتحول إلى مصلح، لا تحارب الفساد بكل أشكاله، فإن أهل الفساد لا يرضوا بذلك، يبونك صالح في مكانك، يبونك تصلي في المسجد. ولذلك نحن نقول هذه الأعمال الإيمانية تعطيك قوة، هذا المسجد يعطيك قوة أن تنزل إلى الميدان. المطلوب منك هو الدعوة، المطلوب منك هو النصيحة، المطلوب منك أن تأمر وأن تنهى. ولذلك ما أنزل الله عز وجل الشريعة حتى تتعبد في المسجد وتنتهي بذلك حياتك. هذه حلقات إيمانية. الجمعة هذه شحنة بس، الصلوات تزيد في إيمانك، الحج يزيد في إيمانك، كل يزيد في إيمانك، علشان النتيجة بعد ذلك، والنتيجة أن تتحول إلى إنسان مصلح تؤثر وتدخل الصراع الذي يمسك من حيث تدري أو لا تدري. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عادوه لما صار مصلحا، فكان يسبونه ويتهمونه ويضربونه صلى الله عليه وسلم. أما لما كان صالحا أحد عاده ولا أحد قال له شيء، صل كيفك أنت الصادق الأمين. لما كان صالحا صلى الله عليه وسلم. الناس على سبيل الإصلاح والإفساد على أقسام، كل الناس وأنا منهم وأنت منهم، كل الناس على سبيل الإصلاح والإفساد على أقسام. القسم الأول مصلحون وهم أعلى الناس، يقابلهم المفسدون في الأرض. وبعد ذلك يأتي إنسان صالح في نفسه ما له دخل بأحد، يصلي ويروح بيته، ليس له علاقة فيما يدور في الكون من حرب بين أهل الصلاح والفساد. وقسم رابع فاسد في نفسه ما له علاقة، لا يضر الآخرين ولا يفسد الآخرين، إنما هو فاسد في نفسه. قسم خامس جمع عملا صالحا وآخر سيئا، لكنه أحيانا يقوم بدور الإصلاح. قسم سادس جمع ما بين الحسنات والسيئات، لكنه عنده إفساد وتعدي إلى الآخرين، اللي قبله عنده إصلاح، اللي بعده عنده إفساد. هذه أقسام الناس 6 في سبيل الإصلاح والإفساد. القسم الأول وهو أعلاها وهم المصلحون في الأرض، وهؤلاء الذين يصلحون في الأرض تعدى صلاحهم عن أنفسهم إلى غيرهم، فهم أقاموا أمر الله عز وجل في أنفسهم. لكن لم يكتف الإنسان بصلاح نفسه وذاته، لأن صلاح نفسك وذاتك راجع لك أنت المستفيد من ذلك. صلاتك لك، صومك لك، حجك لك، تقواك لك، لكن الناس لا تستفيد من صلاحك شيء إلا أن تتحول إلى مصلح، فيتعدى صلاحك عن نفسك إلى غيرك. وهذه أعلى الدرجات، درجة المصلحين هي درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمشاريعهم مشاريع إصلاح أمة، مشاريعهم مشاريع تحكيم شريعة، مشاريعهم مشاريع إقامة الدين في أرض الله عز وجل. ولذلك أرسل الله عز وجل الأنبياء ليصلحوا وليعدلوا مسيرة الحياة وليحكموا بينهم بما أنزل الله عز وجل وليقوموا أخطاء الناس. هذه أعلى الدرجات، درجة المصلحين في الأرض وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويجب أن لا تخلو الساحة من مصلح يعقب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على نفس نهجهم وطريقهم. يعقبهم بعد ذلك الحكام العادلون الذين يأمرون بالقسط، وأعطاهم الله تعالى قوة وأعطاهم سلطة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يتبع الأنبياء مباشرة الحكام العادلون الذين ينشرون أمر الله ويحاربون الفساد، ويلحق بهم من ولاه الله عز وجل مسؤولية من وزير أو عضو أو قاضي أو غيره، يلحق بهذه الدرجة.
وكذلك المجاهدون في سبيل الله عز وجل الذين بذلوا أموالهم ونفوسهم وأرواحهم في سبيل الله، في سبيل الإصلاح وفي سبيل نشر الدين وفي سبيل تمكين الشريعة، فهم يلحقون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك العلماء العاملون بأمر الله عز وجل فهم يلحقون بهم، والدعاة الناصحون والآباء والأمهات المربون فكلهم يلحقوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل استحقوا مغفرة الله ودعوة الأنبياء ودعوة الكائنات لأنهم نشروا الخير في الناس فتعدى صلاحهم عن نفسهم إلى غيرهم. فمعلم الناس الخير تعدى خيره من نفسه إلى غيره، فيجب أن لا تخلو الأرض من هذه الفئة وهي فئة المصلحين في الأرض، وهذه الفئة يجب أن لا تخلو منهم الساحة تحت أي سبب من الأسباب، فهم ضمان أن لا ينزل الله تعالى في الناس العقوبة، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى لقاء الله وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فوجود الصالح لا بد أن يكون هناك أناس مصلحين في أرض الله عز وجل، هذا أولا. لا بد أن يكون في الأرض أناس مصلحون، سواء حاكم أو قاضي أو وزير أو عضو أو داعية، لا بد أن يكون في البلد أشخاص يصلحون، لأنهم ضمان أن لا ينزل الله عز وجل العذاب على هذه القرية. ثانيا، أمرهم بالمعروف إنما هو لنشر الخير، نهيهم عن المنكر إنما هو لإيقاف الشر، فهم لما يأمروا بالمعروف إنما يدعوا لنشر الخير، ولما ينهوا عن المنكر إنما يسعوا إلى وقف الشر وكسر حدته وطغيانه بين الناس. ثالثا، عمل هؤلاء المصلحين قد لا يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقف الشر، يعني تأمر وتنهى وتسعى للإصلاح، لكن الشر مد هادر وبحر لا ساحل له ومكر من كل مكان، ولن يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وخلفك هادم، ولو 1000 بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان خلفه 1000 هادم. نعم، لكننا في الحقيقة بحاجة إلى المصلحين، لأن هؤلاء المصلحون وقد تكون أنت منهم عملهم قد لا يكون يوقف مد الشر، نعم، لكنك في عملك تعذر إلى الله عز وجل، الإعذار إلى الله عز وجل بأنك نصحت وأديت الأمانة لكن الناس ما استجابوا، سعيت لمحاربة الفساد بكل أشكاله لكن الناس ما استجابوا، ولم تكن لك سلطة، فإنك تفعل ذلك إعذارا إلى الله عز وجل، وتفعل ذلك لترفع العقوبة التي قد تنزل على الناس بسبب سكوت الصالحين. وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديد. طبعا تعرفون قصة أصحاب السبت، بعض الناس قال مو شغلي، مثل الآن كثير من الناس يا أخي فساد، يا أخي هناك إفساد، هناك تيار هادر، هذا التيار يدعو إلى الإفساد بكل أشكاله، فساد إداري، فساد أخلاقي، فساد سياسي، فساد اقتصادي، بكل أشكاله. يا أخي انصح، يا أخي كلم، قال ما لي شغل، أنا ما لي علاقة، صل وروح بيتك، ما لك علاقة. فانقسم الناس إلى أقسام، منهم من قال أنا ما لي دخل، هذا قسم، منهم من شارك هذا الفساد فقال آكل كما يأكلون، ومنهم من أمر ونهى. وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فننصح إعذارا إلى الله عز وجل. فالمصلحون عملهم قد لا يؤدي إلى نتيجة فعلية عاجلة. كم من الأنبياء أرسلهم الله تعالى إلى قرى ما آمن أحد. يا أخي في سورة ياسين ما أرسل الله 3 أنبياء إلى قرية، مو مدينة، قرية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 كذبوهما عززنا ب3. 3 أنبياء حق قرية، كم واحد طلع؟ واحد بس، لو انقتل هالواحد هذا بس، واحد آمن ب3 أنبياء في قرية، وهذا الشخص قتل كذلك، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذا ليس بالضرورة أن الناس تتغير، لكننا نفعل ذلك إعذارا إلى الله. 1. 2. المصلحون ينصحوا حتى يرفع الله العقوبة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإن الناس إذا سكتوا عن المنكر عمهم الله بعذاب. لأن الله يوم تكلم عن أصحاب السبت قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. سكت الله عن الصالحين، نجى الله المصلحين، سكت الله عن الصالحين، أخذهم الله سبحانه وتعالى مع من يفعل المنكرات. فلذلك المصلحون الناصحون وجودهم ضرورة إعذارا إلى الله عز وجل، وكذلك لرفع العقوبة. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب. عمك العذاب، تقول أنا مالي شغل، أنا أصلي، لا ما يمشي هذا،
ما يمشي. هذه سنة التدافع، لا بد من وجود المصلحين، ولذلك لا بد أن يكون هؤلاء. رابعا، مصلح واحد أحب إلى الله عز وجل من آلاف الصالحين. واحد بس مصلح أحب إلى الله تعالى من آلاف الصالحين، وأشد على الشيطان من آلاف العابدين. المصلحون على رأس الأمم وعلى رأس الدول أمان بقائها، وذهابهم وغيابهم بداية زوالها. إذا كان الحاكم مصلح، إذا كان القضاة مصلحين، إذا كان الوزراء مصلحين، إذا كان السيادة كلها بيد الناس المصلحين الذين يحاربون الفساد، فهو دليل تمكين الله لهم، كما قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، يعني أعطيناهم الحكم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا زال المصلحون من سدة الحكم ومن سدة الدولة، فهو إيذان بأن هذه الدولة آيلة إلى السقوط وإلى الزوال. ولذلك بقاؤهم أمان، بقاء المصلحين استبشار، وبقاؤهم خير. خامسا، المصلحون صمام أمان أن الله عز وجل لا يعذب القرية ما دام فيها أناس مصلحون، كما قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني يعالجون الفساد، يعني ينصحوا، يعني يتوبوا، يعني يرجعوا إلى الله عز وجل. فوجودهم صمام أمان أن الله تعالى لا يعذب. تعال المقابل، عاد المقابل المفسدون في الأرض، وهذا الصراع قائم منذ أن طرد الله عز وجل إبليس. رأس المصلحين الأنبياء، يتبعهم بعد ذلك المقسطون والقضاة والوزراء والمجاهدون في سبيل الله والدعاة والعلماء، هذول في كفة أولياء الرحمن. تعال الكفة المقابلة المفسدون في الأرض. الله عز وجل ذكرهم في القرآن في آيات كثيرة: والله لا يحب الفساد، الله أعلم بالمصلح من المفسد. المفسدون في الأرض رأسهم إبليس الشيطان الرجيم، الذي تحدى الله عز وجل فقال: فبما أغويتني لأقعدن، شوف تعدي، مو فاسد بنفسه الآن، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثر. هذا إفساد الآن، هو مو قال أنا فاسد، لا 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 لا، أنا راح أوريك في هؤلاء المفسدون في الأرض. على رأسهم إبليس أخطرهم وأقواهم نفوذا، وبعد ذلك يأتي بعده من له سلطة ونفوذ: حاكم مجرم ظالم متسلط، قاض مرتشن، إداري أو وزير ظالم. هذول كلهم يأتون في نفس السلم، سلم المفسدين في الأرض. تعال ادخل في الفساد وأشكاله، يأتيك الفساد السياسي، يأتيك الفساد الاقتصادي، يأتيك الفساد الإداري، يأتيك الفساد المالي، يأتيك الفساد في التشريع بكل أشكاله. هذول مفسدون في الأرض، مجموعة واحدة، المفسدون في الأرض يواجههم المصلحون في الأرض. الصراع قائم، هذول أولياء الرحمن، هذول أولياء الشيطان. الأخ أنت حضرتك الصالح اللي تصلي وتمشي، شنو موضوعك من الإعراب الآن في هذا الصراع؟ ماكو شيء. أنت الآن وجودك نقطة صفر، وهذه النقطة علينا وليست لنا، لأن الشيطان يبيك تصلي وتروح بيتك أصلا، لا يريدك أن تكون في كفة المصلحين، وإنما يريدك أن تجلس في مكان. صلي وروح بيتك، شارك مسابقات قرآن، شارك حفظ قرآن، شارك ما تشارك، لكن انتبه، لا تأمر، لا تنهى، لا تنصح، لا تتكلم، ولو بالنصيحة، وجادلهم بالتي أحسن. احنا ما قلنا شيء، بالنصيحة المعروفة سرا ما عندك مشكلة، لكن يجب أن الإنسان يتحول إلى مصلح ولا يتحول إلى صالح بنفسه. هؤلاء المفسدون في الأرض قال الله تعالى عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. شوف، يتظاهرون بأنهم يصلحون، كما قال فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهؤلاء المفسدون في الأرض لهم أشكال ولهم طرائق في نشر الكفر والمعاصي، مما يكون سبب للكوارث وسبب للهلاك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فأول خطوات المفسدين القول به. لازم تعرف على الشغل الفساد الآن، أول نشر الفساد القول به. بعد ذلك الفساد يتعدى من القول به إلى الدعوة إليه. أصبحت هناك مؤتمرات، هذه المؤتمرات تدعو إلى ذلك، ثم بعد ذلك إلى فعله، ينتقلون من الدعوة إليه إلى تطبيق عاد عمل، يبدأ يفعلونه حتى يألفه الناس، ثم بعد ذلك حمايته. نبي حمايته عاد الآن، نحتاج حماية هذا الفعل، نبي حماية. شلون حمايته؟ ندش عن طريق الأمم المتحدة، نسوي أي اتفاقية بحيث أننا نحمي هذه الفكرة التي قلنا بها ثم طبقناها ثم دعونا إليها،
نبي حماية لها عاد الآن. شلون نحميها؟ نحميها من خلال قانون، نحميها من خلال اتفاقيات، نحميها حمايتها. بعد حمايتها لابد من محاربة من يواجهنا. من يواجهنا؟ من يواجهنا؟ مصلحين قطه بالسجن نخلص منه، مصلح سكته، مصلح حوله إلى إرهابي، مصلح حوله إلى متطرف، مصلح شوه سمعته، قول هذا شاذ، بس فيك خير تكلم عن هؤلاء على طول 60 مليون قضية ترفع عليك، يشتغلون عاد عليك. محاربة من يحارب أو يتكلم أو يعريهم. الصحافة تشتغل بصوب، المنافقين يشتغلون بصوب، الإذاعة من ناحية. هكذا الأفكار تنتشر. أهل الفساد يقولون بالفساد، بعدين يدعون إلى الفساد، بعدين يطبقون الفساد، بعدين يحمون الفساد، بعدين يكسرون كل الحواجز التي تقف أمامهم. داعية، عالم، شريعة، دين، أي شيء لابد أن يكسر هذا. وأعلى شيء الإله سبحانه وتعالى، وذلك أول ما يبدون بالإله إسقاط الإله. إذن اسقط الإله، اسقط الإله، ماكو إله، هذا الإله غير عادل، ولذلك حوروا الشريعة حسب ما يريدون. اسقط الشريعة، اسقط الإله، ثم بعد ذلك إلى تقنين هذه الأشياء ووضع قانون لها. على سبيل المثال أول ما طلع الربا مو حرام، مو والله نص في القرآن قال وأحل الله البيع وحرم الربا، مو قضية مجمع عليها. طيب شلون تصير؟ أول شيء القول بالربا، بعد ذلك تشريع الربا، بعد ذلك حماية الربا، بعد ذلك تقنين الربا، بعد ذلك خلاص ما حيتكلم. شو تتكلم أنت؟ ليش تتكلم عن الربا؟ خلاص تبي تاكل كل، ما تبي تاكل كيفك، ما حد أمرك، ما حد جبرك يا أخي. فلذلك هذا الفساد هكذا يمشي الفساد بهذه الطريقة. ولا يقتصر الفساد على دين الناس، وإنما يتعدى الفساد على أشياء كثيرة. فساد مفهوم عام، قد يكون الفساد فساد اعتقادي باعتقادات الناس، قد يكون الفساد فساد أخلاقي، قد يكون الفساد اقتصادي، قد يكون الفساد تعليمي أصلا داخل في التعليم، قد يكون الفساد فساد إعلامي، قد يكون الفساد فساد تشريعي. كل أشكال الفساد نهى الله سبحانه وتعالى عنها، ولذلك سمى الله تعالى الفساد خرابا وسماه هلاكا. قال وإذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني خربوها، وسمى الله تعالى الفساد هلاك. إذن نحن في حرب، نحن في صراع مع أهل الفساد. أعلى درجات الإفساد نشر الكفر والإلحاد، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. يعني من الناس من يؤمن بالله والدين، ومن الناس من لا يؤمن بالله ولا بالدين، وربك أعلم بالمفسدين، مفسدين. فأعلى درجات الإفساد الدعوة إلى لا إله، والدعوة إلى الحياة المادية البحتة، الدعوة إلى الإلحاد، إسقاط الإله، أو الادعاء بأن هناك إله لكن لا يوجد تشريع، أو الادعاء بأن هناك إله لكن لا دخل له في البشرية، أو الادعاء أن هناك إله لكنه ظالم في تشريعه. هذا أعلى درجات الفساد، وهو الدعوة إلى. طبعا لما تسقط الإله تسقط تشريعات الإله، تسقط تشريعات الإله، خلاص ما صار في أمر ولا نهي ولا نصيحة، لأن خلاص ما في شريعة، كل إنسان يعمل ما يحلو له. ثاني درجات الإفساد النفاق وتقريب المنافقين، كما قال الله تعالى في بداية سورة البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا المنافقين، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من الفساد نشر المعاصي بكل صورها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالله تعالى سمى نشر المعاصي إفسادا في الأرض، ولذا قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني لا نجعل الجنة لمن ينشر الفساد في أرض الله عز وجل. ومن صور الفساد الدمار والخراب والفتن ما بين الناس وبين المسلمين. هذا شغل اليهود طبعا وشغل المنافقين، كما قال الله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ومن صور الفساد ترك شريعة الله عز وجل وتنحيتها عن العمل بها، كما قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم، يعني تركتم شريعتي، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يعني لو تركتم شريعتي سيقع الفساد في الأرض. فمن الفساد في الأرض هو الدعوة إلى تنحية شريعة الله عز وجل وإقصائها وإبعادها عن حياة الناس. ومن كذلك الإفساد في الأرض الظلم والجور والتفريط بالحقوق، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فسمى الله عز وجل الطغيان والتعدي وسجون الناس ظلما وأكل أموالهم بغير حق، سماه الله عز وجل فسادا وطغيانا في الأرض. فكل واحد يطغى على من دونه فهو فاسد في أرض الله عز وجل. إشاعة الفاحشة بين الناس، سواء كان من خلال الحفلات الماجنة أو من خلال الفساد بكل صور
صوره وأشكاله، هذا نوع من الإفساد في الأرض. قال رب انصرني على القوم المفسدين، ومنها كذلك العلو والطغيان وتزيين الباطل وغيرها. هذه كلها صور بالفساد ذكرها الله عز وجل. الخلاصة: نحن في معركة ما بين الحق والباطل. هذا الخلاصة، احنا في معركة. أنت إما أن تكون مصلح أو تكون صالح، أو مفسد أو فاسد. فاسد في نفسه ما له شغل بحد، واحد فاسد يتعاطى ويفعل لكن ما له علاقة بحد. أو صالح في نفسه يصلي ويروح بيتهم. أو تتحول إلى مصلح بكل أشكال الصلاح. وهذه طريقة الأنبياء الذين ينالون رضا الله وهم المقربون وهم على منابر من نور، سواء كانوا أمراء أو وزراء أو مشرعين أو قضاة أو مجاهدين في سبيل الله أو علماء ربانيين أو معلمين ومربين أو دعاة إلى الله عز وجل، كلهم زمرة واحدة، زمرة المصلحين. وهؤلاء حزب الله، وهؤلاء هم أولياء الله عز وجل الذين هم في معمعة الصراع في أهل الباطل، وهؤلاء منصورون بإذن الله عز وجل. قوة الله عز وجل معهم، كما قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يعني نحن معكم. لذلك قال الله تعالى: قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذا الصراع مو شرط انك تشيل سيف وتروح تقاتل الناس، لا، بما آتاك الله عز وجل. واحد خبير إداري يحارب الفساد الإداري، واحد يحارب الفساد التعليمي، واحد يحارب الفساد الأخلاقي، واحد يحارب الفساد في الظلم والاستبداد، واحد يحارب الفساد عند القضاة، واحد يحارب الفساد عند الوزراء، واحد يحارب الفساد عند السلطة، وهكذا بالتي هي أحسن. لكن تسكت؟ لا، ما يمكن، لأن أهل الباطل كلما رأوك سكت تقدموا. ما يوقفون، ترى ما يوقف الباطل، يمشي ويتعدى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله يقول الأرض كلها تفسد، لو ما ندفع أهل الحق ونرد أهل الباطل تفسد الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. دين الناس ينتهي. ولذلك لازم تعرف أنت في الصراع، لا تصير مجرد جمهور، لا تصير متفرج، أنت جزء من الصراع، لكن بالتي هي أحسن. ما حد قال لك شيل السيف وروح طق الناس، ولا حد قال لك صارخ على الناس، ولا حد قال لك لا، ادعوهم وجادلهم بالتي هي أحسن، انصح بالتي هي أحسن. لا تكن شيطانا أخرس، وإنما كن ناطقا بالحق، تنطق بالحق. هكذا يتكاثر أهل الحق، وهكذا مصلح واحد عند الله عز وجل خير من 1000 عابد. 1000 عابد يصلون ترى يطلعون ما يأثرون في الناس، والله ما يغيرون في العالم شيء، لكن مصلح واحد. ولذلك الله تعالى ايش قال عن ابراهيم؟ قال ان ابراهيم كان امه، ابراهيم الحاله عليه الصلاه والسلام، قال ان ابراهيم كان امه، واحد قلب الدنيا كلها. موسى واحد، النبي صلى الله عليه وسلم واحد. هذا المصلح الله سبحانه وتعالى يؤيده بقوته وبنصره وبتأييده وبحفظه وبكرامته. لكن اذا اخلص هذا الانسان واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النتائج حصلت، ما حصلت كيفهم. انت رجل بامه، تصلح ما تصلح، ابدأ في بيتك، ابدأ بزوجتك، ابدأ بعيالك، ابدأ بزملائك في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. توسع بعد ذلك قليلا بما آتاك الله. اليوم وسائل السوشيال ميديا هذه تمكن الإنسان أن يصل إلى كل العالم، أن يتحول الإنسان إلى مصلح، يتحول الإنسان إلى داعية إلى الله عز وجل بما آتاك الله سبحانه وتعالى، حتى تصير مشاريعك كمشاريع الأنبياء، وهي مشاريع أمم. والله عاد آمن الناس ما آمن الناس، هذا كيفهم، راجع لهم هذا. لكن عليك أن تعذر إلى الله عز وجل وأن تقوم بدورك. وهذه بذرة حسنة يباركها الله سبحانه وتعالى ويجعل البركة في أعمالك. كن مصلحا ولا تكتفي بأن تكون صالحا.